غزل انت خازوق وشيطان وصارمه في كل فيديو. ما بالراحه بالراحه حبيبي، في شنطه فوقيها، تشيل الشنطه وتحطها على جنب وتاخد شنطتك. تعملي ايه يا بنت غزل؟ ايه انتي قبل ما نبدا الفيديو النهارده انزل تحت واعمل كومنت سبسكرايب ويلا بينا نبدا الفيديو. يا أمنية. نعم يا غزل. يا أمنية ما تيجي تلعبي معايا يا أمنية بدل ما انت قاعدة بتذاكري. يا غزل انت خازوق وشيطان وصارمه في كل فيديو. غزل لا يا غزل، الامتحان فاضل نص ساعة لازم اذاكر. انت عايزة أمنية الملاك. لا يا أمنية، طب أنا جات لي فكرة، إيه رأيك يا أمنية نغش زي كل سنة؟ ده انت شيطان جدا. طب على فكرة بقى عادي تغشي بس اللي انت عايزاه يعني. ماشي. اسمع يا غزال كلامي، بدل ما انت قاعدة بتذاكري بقى. تسكتي يا خلاص، قالت لك لا وهي قاعده بتذاكر دحيحه يهوديه. خلاص شكرا سلام عليكم، هديكي في مرجحتك مع الواد اللي جنبك ابو نضاره ده، ومش هنتنمر على نضارته عشان احنا لابسين نضاره. تلعبي احلى. غزل انا مش هسمع كلامك يا غزل، انت لو عايزه تذاكري معايا فتعالي. لا مش عايزه طبعا. أمنية دي مش مذاكرة، ان انت تقعدي تمسكي الكتاب وتقعدي تقلبي فيه، دي مش مذاكرة، انت بتتفرجي على مجلة وفيها صور. يلا يا ولاد مش كفايه لعب كده؟ لو سمحت كل واحد يتفضل على فصله عشان فاضل 5 دقايق بالظبط على الامتحان. حاضر يا مس. انا هطلع وتطلعوا ورايا على طول. حاضر. شاطرين يا ولاد. ممكن اسأل سؤال وجيه يعني، ان ابو نضارة اصغر من غزل اللي هي اصغر من أمنية، هل دول بقى في نفس اللجنة يعني في نفس السن؟ يعني البغلة دي الشحطة دي الكبيرة جدا دي اللي هي قد تقريبا نفس سن غزل ونفس سن الولد ابو كوباية ابو نضارة ايه؟ وبعدين هو ليه طالع كومبارس؟ اتكلم يعني، هي ما جاتش عليك تخري يعني، كلهم بيخروا. ماشي. غزل. نعم يا أمنية. ينفع يا غزل خلي بالك على شنطتي يا غزل؟ ليه يا أمنية؟ عشان أنا عايزة أدخل الحمام عشان أغسل وشي يا غزل، عشان أكون فايقة في الامتحان وأركز في الامتحان. أوكي ماشي. ماشي يا غزل. مش مطمن لها. ماشي يا أمنية، راح تغسلي وشك؟ طب ماشي. ايه راح تغسل وشها عادي. ما بالراحه بالراحه حبيبي، في شنطه فوقيها، تشيل الشنطه وتحطها على جنب وتاخد شنطتك. تعملي ايه يا بنت غزل؟ ايه انتي انت ليه يا غزل قفلت عليها؟ ما طلعتش جاي، طلعت صارمه. تعالى بس، انت اصلا انت مالك، وكمان انت مالكش دعوه، صح يا غزل يا صح؟ يلا ما قالت لك انت مالك ومالكش دعوه، دي تبقى حشري يعني، يا ريتك ما اتكلمت، كنت كومبارس صامت في هذا الفيلم العجيب المعجب. صاحبتك. ايوه يا صاحبتي، واحنا بنهزر مع بعض، وكمان اصلا انت مالكش دعوه عشان الولاد مالكش؟ بتكلم الولاد والبنات بتكلم البنات، وامشي يلا. هو في ولاد ولا في بنات في المدرسه؟ ده المدرسه انتوا الثلاثه وثلاثه مدرسين. ها يا ولاد بقى مذاكرين؟ ايوه طبعا مذاكرين. طيب يا ولاد في حد غايب النهارده؟ ايوه أمنية. يا شطانه، لا حلو حلو، عجبتني الدماغ اللي هي السايكو دي. شفتها في الحوش. انت شفتيها؟ ايوه طبعا شفتها، وقلت لها قدام الامتحان فاضل له 5 دقايق اطلعي يلا على الفصول، قالت لي حاضر وراكي على طول. طب هي راحت فين يعني؟ انا مش عارفه. انت شفتيها يا غزل ولا ما شفتهاش النهارده؟ لا ما شفتهاش. بس انا ملاك يا بت، ملاك. متاكده ان انا شفت امنيه، انا متاكده 100% اني شفت امنيه. خلاص لما ميس ندى تيجي نبلغها. ايوه طبعا. ميس ندى عدت من هنا يعني، لو عدنا المشهد كده تلاقي ميس ندى عدت كده بالبتاع اللي هي لابساها دي. افتحوا لي الباب. والله العظيم يا أمنية ده مكانك. انا عندي امتحان، افتحوا لي الباب. ساعدوني. يا حبيبتي مفيش حد في المدرسه. هما بيقولوا ان امنيه غايبه، بس انا متاكده ان انا شفت امنيه في الحوش وكانت بتذاكر كمان وكانت بتراجع. ممكن بقى تروحي الحمام تطلعيها عشان نشوف أمنية هتعمل ايه مع البت غزل اللي عامله شبه الملاك دي. خلينا ننجز بقى. اتفضلي حضرتك. شكرا يا مس نادية. يلا يا حبيبتي اكتبي اسمك ورقم الجلوس. رقم جلوس ايه؟ رقم جلوس ايه؟ هو في غيرهم في المدرسه؟ اسمك ورقم الجلوس اول حاجه. يلا يلا شطور. برافو عليك. قولي لي بقى هتغشي ازاي؟ انا عايزه افهم انت كغزل الشيطانيه هتغشي ازاي؟ انا لازم ادخل الامتحان، حد يساعدني. طب يا اللي بتصور هل لي عندك دم وافتح لي البت الباب عشان هي تقريبا خايفه بجد. أمنية. بصي عليها تحت الزحليقه يعني، هتلاقيها تحت الزحليقه، هتلاقيها مستخبيه جوه الكرسي. تقريبا أمنية ما جاتش النهارده المدرسة،
وميس ايه بيتهيأ لها. انا لازم ابلغ اهلها ان ما ينفعش حد يغيب في الامتحانات. انت كمدرسه محترمه عندك عقل بتكلمي مين بجد؟ يعني سؤال منطقي، بتكلمي مين؟ مفيش حد غيرك في المدرسه. نعم يا مس ندى. بصي يا مس سلمى لو سمحتي هتكلمي ولي امر امنيه صالح الجمل، تبلغيهم ان امنيه غايبه النهارده، تساليهم على سبب الغياب، ويا ريت تبلغيهم مفيش غياب تاني في الامتحانات. بس امنيه مش غايبه النهارده، انا شفتها. شفتيها؟ ايوه شفتها قبل ما الامتحان يبدا ب5 دقايق في الحمام، وانا قلت لها يا امنيه ما تغيبيش في الحمام عشان الامتحان يبدا دلوقتي. قالت لي حاضر. يعني انت اخر مره شفتيها في الحمام؟ ايوه. طب تعالي نلحقها بسرعه لا يكون حصل لها حاجه في الحمام. تمام ماشي يلا بينا يلا. ماتت من الريحه. في حاصل كده في الحمام. مين قفل عليكي في الحمام؟ اهدي. ما بس يا وليه استني، هي هتقولك. انا كنت تعبان انا والحديد انتنا وشي عشان اكون مفوقه في الامتحان. بعد كده بقى جيت افتح الباب طب انت جايه تغسلي وشك، قفلتي الباب ليه؟ ما عرفتش، مش عارفه مين قفل عليا باب الحمام. يور ماذر. برافو عليك. اتفضلي يا امنيه اتفضلي. ايه ده امنيه؟ كنت فين يا امنيه؟ هفهمكم على كل حاجه. بصي يا حبيبتي اهدي خالص وركزي، ورقه الامتحان معاكي اهو على مهلك. الوقت اللي ضاع انا هديكي وقت اضافي، تمام؟ مفيش حد بيعمل كده. بس انا مفيش اعصاب حتى امسك القلم. على مهلك وانا معاكي، اهدي خالص وركزي. ما بص البت غزل بتكتب ولا في دماغها، تقريبا السكريبت رايتر قال لها اعملي نفسك ميته. تضيعيش مجهودك يا حبيبتي. مالها امنيه يا مس ندى؟ ايه اللي حصل؟ امنيه لقيتها قاعده بتصوت في الحمام وبتخبط على باب الحمام جامد. ليه بقى؟ اعملي نفسك مصدومه يا بت، اعملي نفسك مصدومه وما تعرفيش مين اللي قفل عليها باب الحمام، وانت اعمل نفسك عبيط. علشان في حد تربس عليها باب الحمام من بره وما عرفتش تفتح الباب. تلبس عليها باب الحمام؟ حد حبسها في الحمام. مين اللي عمل كده؟ انا ما اعرفش، بس انا هراجع كاميرات المراقبه، واللي عمل كده هيتعاقب عقاب شديد قوي. ايوه طبعا لازم. نعم. هيرشد يا ابن اللعيبه. يا انا تحمست لهذا الفيلم المعاق. كمل. اللي عملت كده غزل امي اقفي يا غزل، امي اقفي يا غزل. انت اللي عملتي ملاك يا بت. الصراحه. لا ده ياسر هو اللي قال لي احبس امنيه. امي اقفي. ايه يا حاجه انت بتصدقي اي حاجه؟ مالك؟ انتوا متفقين مع بعض بقى ان انتوا تحبسوا صاحبتكم في الحمام عشان ما تلحقش الامتحان. انت عارفه لو زعقتي وعليتي صوتك اعلى من كده هعمل فيكي زي الفيديو بتاع اسوان ابو. روحي بقى اتفرجي على الفيديو عشان تعرفي اعمل فيكي. احنا مش متفقين، هو اللي قال لي كده. هي بس عليها الباب عشان خناقه اطفال بقى، مين اللي عمل في مين؟ قلت لها حاجه. طب وانتوا طب يا استاذه ما انت لسه قايله ببقك دلوقتي ان انت هتراجعي الكاميرات. عملتوا كده ليه؟ غزل نعم. انت تعملي كده يا غزل؟ ما تمثليش بالله بلاش دراما. بالله انت تمثيلك العادي وحش، اكيد مش تمثيلك الدراما هيكون كويس. والنبي اقعدي واسكتي. مش مصدقه يا غزل، ليه تعملي كده ابدا؟ نزل موسيقى حزينه يا ابني، نزل موسيقى حزينه تساعد امنيه في التمثيل. غزل صاحبتي حبيبتي تعمل فيا انا كده. طب ليه؟ انا عملت لك ايه بس يا غزل؟ عملت لك ايه؟ انا اسفه يا امنيه، بس انا بهزر. بتهزري؟ هزار كده يا غزل؟ افرضي لو كنت سقطت في الامتحان دلوقتي يا غزل هتقولي لي بهزر. انتوا دلوقتي هتتعاقبوا عقاب شديد قوي. يا ولية الواد الصغير ده مظلوم. يا ولية شوفي الكاميرات يا ولية، ما تبقيش ولية كده يا ولية. لا والنبي. اطلعوا لي انتوا الاثنين يلا على السبوره. طب الواد ذنبه ايه؟ طيب انا زعلان عليه بجد. الواد ذنبه ايه؟ الواد غلبان جدا وربنا. اولا تعليش صوتك، انا اعلي صوتي هنا في الفيديو لان ده الفيديو بتاعي، ما تعليش صوتك. اهدي انا بجيب لك حقك اهو. والنبي انا اسفه يا ميس. اسفه بعد ايه؟ ما فكرتيش ليه قبل ما تحبسيها في الحمام؟ ما فكرتيش ليه ان ممكن صاحبتك يحصل لها حاجه جوه؟ طب هي هتديها بقى فصل اللي هو ما فكرتيش ليه؟ انا عايز اعرف ايه النهايه بعيدا عن كل الكلام ده. عرفوا اهاليكم انتوا بتعملوا ايه؟ طبعا. اتفضلوا يلا اقعدي يا امنيه كملي امتحانك. شكرا يا امنيه. اتفضل. امنيه سامحتهم بقى والجو اللي هي ده مش طيبه دي هبل. اوكي كده خلصنا الفيديو. ما تنساش انك تنزل تحت وتعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتنزل هتلاقي لينك الانستجرام وتويتش وفيسبوك وتيك توك تحت في الديسكربشن. وبس كده، صلي على النبي وسلام. بحارب الكرنج بسيف ساموراي انا في اليوتيوب زي يوسف الطاي. بهزر يا اسطى مش بتنمر، ده واجبي. اوعى تزعل مني، ده انت مربع في قلبي. عارفني افورت. لا يا عم ودي